السلام عليكم أحبائي متابعي قناة مطبخ أكلاتي. اليوم حبيت أقدم لكم صينية كباب اللحم بالفرن، ويلا نشوف المكونات. هنايا نص كيلو لحم، معدنوس والبصل، ملح، فلفل أسود وبهارات مشكلة. هنا بديت بخلط مكونات العجينة، اللحم والبصل والمعدنوس والبهارات والملح، عجنتها وخليتها على صفحة. أبدي هسه بتحضير مكونات الصلصة، المكونة من ملعقة أكل سماق، عصير نصف ليمونة، ملعقة أكل لبن، ملعقة أكل معجون طماطة، ملعقة أكل كاتشب، وربع كوب زيت زيتون، وقليل من الملح. أخلطهم معا ليتجانس المزيج، ثم أضع نصف الخليط بصينية البايركس وأسطح عليها عجينة الكباب. هذه طبعا لما ندخليه على البايركس همينا الكباب ما يلزق لأن بيه زيت الزيتون، وهمينا الكباب ياخذ طعم الصلصة. هنا بعد ما خليت الصلصة بالبايركس أخلي العجينة وأفردها تماما على القالب بصورة متساوية، وأقطعها بالسكين شلون الأشياش الكباب حتى تكون متساوية، وأدخلها الفرن لمدة 10 دقائق. أريد أطلعها، أكمل باقي الصلصة أخليها على الوجه، وبصلاية واحدة أسويها جوانح أخليها هيك على الجوانب، وأدخلها الفرن مرة ثانية لمدة ربع ساعة أو أكثر، إلى أن تنشوي تماما تشوفوها استوت تطلعوها. طبعا البصل من أخليه على الوجه يعني أكون ملحته، يلا أخليه حتى يتذبل شوية، ومن أطلعها من الفرن أزينها بالمعدنوس وأقدمها وبألف عافية.